السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. حسام حسن إلى النقطة 16 في تصفيات أفريقيا للصعود لنهائيات كأس العالم. النهاردة مصر بتكسب سيراليون 1-0 وتحط قدم في الوصول لنهائي كأس العالم. قبل ما نتكلم عن المباراة عايز حضرتك تعمل لايك وشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. قبل ما نتكلم برضو عن المباراة عايزين نرفع القبعة لجماهير مصر. جماهير النهاردة زلزلة استاد القاهرة. كل ما نحتاج الجماهير بنلاقيها سبورت للمنتخب وللعميد حسام حسن. جماهير مصر النهاردة بالفعل يا جماعة عملت ملحمة. جماهير تحرك الصخر. كابتن حسام حسن النهاردة لعب بطريقة 4-1. الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني في اليمين، احمد كوكا في الشمال، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، مروان عطيه في نص الملعب، 4 قدام صلاح وتريزيجيه ومرموش وزيزو، وفي الهجوم مصطفى محمد. سيراليون ايضا لعب بطريقه 4-4-2. المباراه كانت مباراه حماسيه جدا في الشوط الاول. في الشوط الاول كانت لعيبه مصر عندها رعونه، كان عندها ضغط جماهيري كبير، مستعجله على احراز الهدف الاول. مروان عطيه النهارده قدم مباراه كبيره، كوكا قدم مباراه كبيره، مرموش النهارده تفنن في اضاعه الفرص لحد ما جه احمد سيد زيزو في الدقيقه 47 من اسيست ولا اجمل ولا اروع لمحمود تريزيجيه، وحط الكوره حطت فنان ببطن رجله ويجيب الجون الاول لمنتخب مصر. عايز اقول ان زيزو عنقودي زي ابوه وهو عارف كل حاجه. للمره الثانيه على التوالي زيزو بيجيب هدفين. المباراه اللي فاتت جاب هدف في اثيوبيا والمباراه دي جاب هدف. مصر قاب قوسين او ادنى من الصعود لنهائيات كاس العالم. في التوقف الدولي الجاي مصر هتلاعب اثيوبيا، بعد كده هتطلع لبوركينا فاسو. احلى حاجه عملها المنتخب الوطني النهارده انه طار بال3 بونت وحافظ على الفرق اللي بينه وبين بوركينا فاسو وطير سيراليون من اللعبه. لكن منتخب مصر في الشوط الثاني كان متوسط فنيا. كابتن حسام حسن عشان تعرف انه مدرب قدير ومدرب مش على الخط بس، حس الماتش هيهرب منه، حس ان في كوره ممكن تيجي هجمه مرتده تنغص علينا حياتنا وتطلعنا كلنا باستاد القاهره مش مبسوطين. راح مطلع مصطفى محمد من قلب الهجوم. بقى عندنا مفيش هجوم، بقى عندنا عمق هجومي. راح منزل مكانهم حمدي فتحي ومحمد شحاته في نص الملعب. الكابتن حسام حسن قلب الطريقه ولاعب 3 في نص الملعب بجوار مروان عطيه، لاعب محمد شحاته، لاعب حمدي فتحي عشان يضمن ال3 بونت. النهارده قدرنا نقول ان الكابتن حسام حسن مدير فني. لكن فين يا كابتن حسام الحميه بتاعت اللعيبه؟ احنا شايفين اللعيبه تكتيكيا عاليه، لكن الحميه اللي بيتميز بيها العميد مش موجوده في اللعيبه. النهارده احلى ما في المباراه ان مصر خدت 3 بونت، لكن كان في حاجه سيئه في المباراه. مصطفى محمد وهو خارج في التغيير شتم مع الكابتن حسام حسن والكاميرات جابت الشتيمه بتاعت مصطفى محمد. هل الكابتن حسام حسن هيعامل بمكيالين ولا مكيال واحد؟ هل هيعمل مصطفى محمد زي امام عاشور؟ هل هنشوف مصطفى محمد في المنتخب تاني ولا لا؟ لكن النهارده مصر كلها فرحت، مصر كلها اتبسطت. خدنا المنتخب المصري خد 3 بونت وقدر سلمه في سلمه هيوصل العميد، والعميد وهفكركم هيثبت انه مدرب من طينه الكبار. حسام حسن بيلعب على قد المباراه. حسام حسن فرح مصر كلها. العتاوله رجعوا يا رجاله. حسام وابراهيم عتاولة مصر رجعوا. لسه في مباراتين في الفترة القادمة. مصر هتلاعب اثيوبيا في مصر، هتطلع لبوركينا فاسو، ودي اهم مباراة في تاريخ التصفيات. بالتوفيق للمنتخب المصري. لازم كلنا نبقى في ظهر حسام حسن، لازم نبقى كلنا في ظهر بلدنا، لازم كلنا نبقى في ظهر منتخبنا. منتخبنا فرحنا وياما هيفرحنا. بالتوفيق للعميد والعتاولة. شكرا ليكم، سلام عليكم.